بالنسبة لمبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لحل الأزمة في سوريا، هذه المبادرة طرحت موضوعا مهما، وهو أن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمحاصيل الزراعية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مثلها مثل بقية الثروات الطبيعية في بقية المناطق السورية هي ملك لكل السوريين، وتوزع توزيعا عادلا على كافة المناطق السورية بما يضمن وصولها والاستفادة منها من قبل كل السوريين دون استثناء. وهذا البند يحمل ردا على ادعاءات السلطة في دمشق ومن يواليها بأن الإدارة الذاتية تستحوذ على الثروات وتستأثر بها، بينما بقية مكونات الشعب السوري محرومة من هذه الثروات. هذا رد يفند ويكشف الحقيقة بأن الإدارة الذاتية ومكوناتها الأصيلة والعريقة من الشعب السوري مستعدة لتقاسم وتوزيع هذه الثروات بشكل عادل على كل السوريين وكل الجغرافيا السورية. طبعا هذا ينم عن حسن نوايا الإدارة الذاتية تجاه جميع أطياف المجتمع السوري دون استثناء. بالنسبة لحكومة دمشق، كانت وما تزال متعنتة في الاستجابة لأي مبادرة حسنة النية من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. طبعا أحب أن أضيف بأن هذه الثروات لا توزع فقط على مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وكذلك مناطق سيطرة حكومة دمشق، وإنما على امتداد الجغرافيا السورية جميع الشعب السوري بلا استثناء. طبعا هذه رسالة للسوريين في الداخل وفي الخارج بأن هذه الأرض هي أرض سورية، وأيضا بإمكانهم العودة إليها وللعيش فيها متى شاءوا. وهنا قطع للطريق على جميع أصحاب الأجندات التي تعبث بأمن واستقرار سوريا. وقد أرسلت الإدارة الذاتية رسالة مفادها أيضا بند آخر، أنها على استعداد لاستقبال جميع المهجرين والنازحين من السوريين سواء في الداخل السوري أو خارج سوريا للعيش في مناطق شمال وشرق سوريا، كما استقبلت أشقائهم وإخوانهم من السوريين المهجرين والنازحين منذ تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. طبعا المتعمق في السياسة يرى ويقرأ حسن النوايا عند الإدارة الذاتية. الآن الكرة في مرمى الجميع، في مرمى السوريين، في مرمى حكومة دمشق، في مرمى المعارضة الوطنية المعتدلة والشريفة، وكذلك في مرمى الدول العربية التي فعلت دبلوماسيتها بعد الزلزال الكارثي الذي ألم به تركيا وسوريا في 6 شباط من هذا العام. نشطت هذه الدول دبلوماسيتها مع السلطة في دمشق. طبعا هذه رسالة كي لا تستثنى الإدارة الذاتية، لأن الإدارة الذاتية يعيش في مناطقها أكثر من 6 ملايين من السوريين. لذلك فعلى هذه الدول وعلى الحكومة في دمشق وعلى السوريين من كافة القوى الوطنية في الداخل والخارج أخذ هذه المبادرة بجدية ودراستها بعمق، وتقديم أيضا الحلول والاقتراحات والرؤى من أجل تطوير هذه المبادرة بما يصب في خانة
مصلحة السوريين في العيش المشترك، في إعادة أعمار سوريا، في إعادة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم وقراهم ومناطقهم ومدنهم التي هجروا أو نزحوا منها تحت وابل القصف والنيران المختلفة التي تعاقبت على الأرض السورية بسبب حالة الفوضى واللا استقرار التي عصفت في المنطقة في السنوات التي خلت. إلى الآن لم تصل إلى الإدارة الذاتية رسائل من حكومة دمشق تنم عن رفضها للمبادرة أو قبولها لهذه المبادرة، ولكن ثمة بعض الأحزاب التي يعني أبدت إعجابها وتفهمها ويعني تقبلها لهذه المبادرة، ومنها الحزب الديمقراطي في الداخل السوري. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي لوحظ فيها قبول لهذه المبادرة وإقبال على دراستها وفهمها وإعجاب بها. الناشطين سياسيين وغيرهم، كذلك بعض الأوساط اللبنانية، بعض الساسة أبدوا إعجابهم بهذه المبادرة. إلى الآن لم يبدر منها أي تصريح رسمي عن هذه المبادرة أو رسائل إلى الإدارة الذاتية توضح موقفا واضحا وحقيقيا تجاه هذه المبادرة. بالنسبة للإدارة الذاتية ثمة فسحة ومجال من قبل كل الأطياف الفاعلة والمؤثرة في المسألة السورية لدراسة هذه المبادرة، لقراءتها، للتمعن بها، لتفهمها. أيضا هذه المبادرة ترجمت إلى أكثر من لغة من أجل يعني توضيح رؤية الإدارة الذاتية للحل في سوريا يعني والرؤى التي تسعى عبرها الإدارة الذاتية للخروج من عنق الزجاجة من الأزمة المستعصية في سوريا منذ أكثر من 12 عاما. طبعا ثمة يعني فعاليات دبلوماسية تقوم بها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على مستوى دائرة العلاقات الخارجية وممثلياتها للضغط على الأطراف الفاعلة، الأطراف الإقليمية، أيضا على الدول العربية، أيضا على الدول العالم المؤثرة في القضية السورية. وكذلك مجلس سوريا الديمقراطية لديه مثل هذه الدبلوماسية. سنرى في قابل الأيام ما تسفر عنه نتائج الدبلوماسية ونتائج الحوار ونتائج الزيارات التي تحمل يعني شروحا لهذه المبادرة وتفسيرات لها من قبل الإدارة الذاتية للرد على التساؤلات والاستفهامات من قبل كل الأطراف، ومنها الحكومة السورية والأطراف القريبة منها والمؤثرة في قرارها.